أخطر شيميل في مصر تحت مسمى ملوك الدلوعة. هذا ما أكدته تحريات مباحث الآداب بشأن القبض على فتاة في الظاهر، وفي الحقيقة رجل يمارس الفجور مع الرجال مقابل مبالغ مالية، وخاصة نوعية الجنس السادي. البداية عندما وردت معلومات للعقيد تامر سمير مدير قسم الإتجار بالبشر بالإدارة من وجود شاب يقوم بنشر فيديوهات وصور فاضحة ومخلة على موقع اليوتيوب تحت مسمى ملوك الدلوعة، يقوم من خلالها بنشر الشذوذ في مصر بكافة أنواعه. وأمر اللواء مجدي موسى مدير الإدارة العامة بالتحرك وضبط المتهم. وبعد إجراء تحريات المقدم سيد عبد الغفار التي أكدت أن المتهم يدعى أحمد 25 سنة قام منذ فترة بإجراء عملية جراحية في جسمه لتكبير الثدي والأرداف والخصر لجذب راغبي متعة الشذوذ مقابل 200 من الجنيهات. وأضافت التحريات أن الشاب يطلق عليه بين أقرانه ملك الشذوذ الجنسي. وكشفت التحريات أن المتهم له مقاطع على الإنترنت تقدر ب100 فيديو فاضح. وفور تحديد مكان المتهم خرجت قوة أمنية تحت الإشراف المباشر للواء الحسن عباس مدير النشاط الدولي بالإدارة، مكونة من العقيد شريف ألهامي والعقيد أحمد عيد والعقيد أحمد السماحي. وتم ضبط المتهم وآخر كان برفقته ويدعى عبد الله وشهرته عايدة وهو شاذ جنسيا. وفي ذلك في داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر تم التحفظ على المتهم وبحوزته هواتف محمولة وملابس داخلية وخارجية ومبالغ مالية عبارة عن 21,000 جنيه و200 من الدولارات و200 من الشيكل الإسرائيلي وخمور وقطع شعر مستعارة وأجهزة تناسلية صناعية. وتم تحرير المحضر اللازم وأرسل المتهم إلى النيابة التي تحقق معه بتهمة نشر الشذوذ في مصر وترويج مقاطع فيديو فاضحة على الإنترنت وممارسة الفجور مع الرجال. واعترف المتهم بما هو منسوب إليه، وأضاف أنه مارس الفجور مع شخصيات مهمة من الطبقة الغنية سواء من الخليج أو في مصر.